أهلا بيكم. في سنة 2019 كان موعدنا مع فيلم الغموض نيفز أوت أو اخرجوا السكاكين. قصة الفيلم حضراتكم بتحكي عن هارل، الرجل المشهور والمهم جدا البالغ الثراء، له عيلة من أولاد وأحفاد، وعنده ممرضة بتقيم بطريقة غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة. هي اللي بتقوم برعايته، وهي المقربة منه، وهي اللي بتديه الدواء في مواعيده. بيبدأ الفيلم بجريمة قتل أو انتحار عن طريق استدعاء محقق من أحد أفراد العائلة المجهولون. ابتدي حضراتكم تتكشف كواليس الفيلم ويعرفوا أن اللي قام بالجريمة أحد أحفاده، بعد أنه هو عرف أنه كل أملاكه وكل ثروته كتبها لمارسا، ممرضته اللي بتهتم بيه وبتديه الدواء. حضراتكم متجاهلا أولاده ومتجاهلا أحفاده اللي كانوا بيصرف عليهم بشكل مبالغ فيه. يوم ورا يوم بيكتشفوا إن مارسا هي أعطته دواء خطأ، وهي نفسها كانت بتعتقد إن هي اديته دواء خطأ، وهو قتل نفسه عشان خاطر يبرئها من الجريمة. لكن اكتشفوا إن حفيده رانستوم هو اللي قام بتبديل استيكر الدواء عشان خاطر إني تديه الدواء الخاطئ ويموت، في حين إن الممرضة أعطته الدواء الصحيح. وده اللي بيكشفه تقرير الطب الشرعي. المحقق بيمسك الخيط ده وبيمشي ورا الجريمة واحدة واحدة حتى يكتشف تفاصيل الجريمة، إن أحد أحفاده قام باستبدال واللعب في حقيبة الممرضة، غير الاستيكر لأن فيه نوع من الدواء لو خده بجرعة زايدة هيموت، وده اللي اعتقدته الممرضة نفسها. اخرجوا السكاكين فيلم جميل بيكشف حقيقة الأهل والمقربين عند لما يكون همهم الفلوس وبس. دافع الجريمة من حفيده إنه لما عرف من جده كتب كل ثروته لهذه الممرضة المهاجرة غير شرعية، بيحاولوا يبتزوها. وبعد كده بيكشف المحقق بلانك إن عينة دمه سليمة، وإن العملية مجرد انتحار، وإنها بريئة سوف تنال أن الوصية. يعترضوا الأولاد عن الوصية، ويقول لهم المحامي إن اعتراضكم عن الوصية ده مش معناه إن الوصية فيها شيء غلط. بتاخد البيت وبتاخد كل الثروة، وبيجي الكدر الأخير حضراتكم في الفيلم وهم بره البيت، وهي بصة من شرفة